الشركة دي في رأيي المتواضع هي أهم وأخطر شركة موجودة على وجه الكرة الأرضية، لأن الشركة دي بتعمل حاجة ما فيش حد غيرها في العالم كله بيعملها، والحاجة دي مهمة جدا. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات أو الشيبس أو السيمي كوندكتورز، كلها نفس الاسم، واتكلمنا عن أهميتها إن هي موجودة في كل حاجة حوالين مننا، موبايلات، لابتوبس، ايبادز، عربيات، كل حاجة. واتكلمنا ان هي فيها حاجتين مهمين: التصميم اللي بتعمله شركات زي انفيديا وكوالكوم واي ار ام، واتكلمنا عن التصنيع اللي هو بتعمله شركات زي سامسونج وطبعا تي اس ام سي. بس كمان اتكلمنا ان المكن اللي بيستخدموه في التصنيع بتعمله شركة واحدة بس، الشركة دي هي اي اس ام ال، والنهارده هقول لكم شوية حقائق كده عنها بحيث ان انت تفهم قد ايه هي مهمة. الشركة دي اتعملت في هولندا سنة 1984، وعلى الرغم من ان الحكومة الهولندية لا تملك شيء فيها، بس هي عندها فيتو، عندها حق الاعتراض على بيع الشركة دي للمكن بتاعها لأي كلاينت او اي زبون على مستوى العالم. وطبعا الفيتو ده كمان ينطبق على الموظفين وجنسياتهم والسكيورتي باك جراوند تشيك اللي عليها. الشركة دي بتصنع مكن بطريقة تكنولوجي اسمها EUV لايثوجرافي، معناها ان هي بتقدر تستخدم ضوء شمس اقوى 40,000 مرة من ضوء الشمس عشان تقدر تصغر حجم الشيب او حجم السيمي كوندكتور اللي من 3 ل 5 نانو. النانو ده باي ذا واي 1 على مليار من المتر، فانتوا متخيلين كمية التكنولوجيز اللي موجودة فيها. وده اللي بيخلي الشركة دي عندها اكبر براءات اختراع في اوروبا، يمكن بعد سيمنز بس. شركة بتصنع المكنة الواحدة فيها 100,000 قطعة، وبتاخد تصنيع أكتر من سنة، وبتحتاج في نقلها 3 طيارات ملك لشركة ASML، يمكن أكتر من 20 كونتينر عشان ينقلوها. وده بيخلي الشركة دي ليها مكتب سري في كل مصانع تصنيع أشباه الموصلات، عشان هم الوحيدين اللي يقدروا يفتحوا المكن بتاعهم ويعرفوا لو في أي مشكلة. الشركة دي لو أنت افترضت إن في جسم بيصنع أشباه الموصلات، يبقى المخ هو اللي بيعمل الوصفة، انفيديا مثلا، والإيد هي اللي بتصنع، لو افترض إن دي هتبقى تي اس ام سي، بس في جهاز عصبي بيربطهم كلهم ببعض ومن غيره مفيش أي حاجة تتعمل، اللي هو شركة اي اس ام ال. ده اللي بيخلي الشركة دي في رأيي الشخصي أخطر شركة على وجه الأرض، لأن مفيش حد غيرها على مستوى العالم بيعمل شغلتها، وده بيخلي المستقبل كله ممكن نقول رهينة في إيديهم. شكرا.